الوصول لليقين هو مفتاح الحلول لكل المشاكل المعقدة. سمعت كتير ناس بيقولوا دعيت بيقين، كان عندي يقين ان ربنا يحلها، انا متيقن انها تفرج. اليقين بالنسبة لي لفظ اشبه باللغز، الشيء السهل الممتنع. اليقين يعني الثقة، والثقة يعني مفيش اي نسبة شك او خوف من الخسارة او الفشل، او حتى الخوف من حدوث شيء مش على هوانا. طب اوصل ازاي لليقين؟ كنت بسأل نفسي دايما بيعملوها ازاي دي؟ طب بنقول ايه لربنا علشان نوصل لليقين ده؟ طب هنعرف منين اني دعيت بيقين؟ سألت ناس وشفت فيديوهات ناس وسمعت حكاوي ناس، بس فضلت برضو محتار، هل انا بدعي ربنا بيقين ولا لا؟ دعيت ربنا كتير يرزقني اليقين، جربت ادعي واطلب اللي انا عايزه، بس كنت لسه خايف لدعائي ما يتحققش، رغم ان عارف ان كل الدعاء مقبول عاجلا او اجلا وبيتشال لينا في الجنة، بس انا لسه مش متأكد هل انا دعائي بيوصل ولا لا. اصل ساعات الواحد بيكون مقصر مع ربنا وملهوش عين يطلب اي امنية منه وهو مقصر، لحد ما وقع قدام عيني نقاش بين اتنين مضمونه ان ربنا عز وجل مش بيتعامل معانا زي ما بنتعامل معاه بتقصير. ربنا غفور رحيم ورحمته وسعت كل شيء، واحنا دايما عندنا فرصة نرجع له ونتوب له ونقرب له. من اللحظة دي بدأت ادعي ربنا يقربني منه ويعيني على طاعته وحسن عبادته، ولو قلبي متعلق بحاجة بس هي ذنب بطلب من ربنا انه يغفرها لي ويديني الارادة علشان اكمل وبطل اتعلق بيها. قررت من جوايا اصدق حكاوي تجارب الناس مع اليقين واطلب من ربنا علامات واشارات. قررت اسعى لليقين بيقين، علامة في اشارة ودعوات كتير بسيطة بتتحقق بمجرد ما اتمناها، فتشجع وادعي تاني بيقين واستنى الاجابة. بدأت اكتشف ان كل الرحلة دي هي العبادة اللي بنفضل نعبدها لحد ما نوصل لليقين، وان اليقين ده مش مجرد دعوة بندعيها واحنا واثقين ان ربنا هيقبلها، علشان كمان هو عبارة عن ثقة ان قدر ربنا مهما كان بالنسبة لنا صعب او مش هو ده اللي تمنيناه فهو الاختيار الافضل لينا. اليقين هو انك تشعر وتحس بمعية الله في كل حاجة، في ابتلاءك اللي ربنا بيأجرك عليه، وفي وجود حكمة ورا كل حاجة بتحصل لك وانت هتعرفها في الوقت المناسب، في المشوار التقيل على قلبك اللي مش قادر تروح له، وفي المكان الزحمة اللي مضطر تدخله علشان تخلص ورقك، وفي السوبر ماركت وانت بتشتري الطلبات، وفي المكالمة اللي انت متوتر منها، وفي مقابلة الشغل اللي انت خايف ما تتقبلش فيها، وفي الخروجة اللي بتقعد تخطط لها وبتتمنى تكون سعيدة، وفي كل حاجة حرفيا. اليقين هو انك تطمن ان في رعاية الله وامانه، ومهما حصل فانت في خير، وهو عز وجل جنبك ومحاوطك وهيحلها لك مهما كانت صعبة ومستحيلة. يلا بقى ابدأوا الرحلة وادعوا الوصول الى اليقين.